السلام عليكم، ازيك يا ام يوسف؟ حبيبتي حبيبتي. عامله ايه يا ام يوسف؟ بجد انت عامله ابداع. يعني لو دكتور صيدلي مخضرم مش هيعمل كده. بصوا بقى احنا هنبتدوا بايه. انا هبتدي معلش بالحاجات اللي انا جربتها عشان احب ابتدي بالحاجات اللي انا يعني ايه. بصوا الكريم دوت. لا فين اللي انا اخدته لرجل زوجي اهو ده. بصوا يا جماعه الكريم ده انا زوجي عنده السكر، فعنده تشققات في رجليه كانت صعبه جدا جدا جدا، وكانت عنده حاجه اسمها عين سمكه. طبعا انا لما اخدته كنت واخده لي التشققات لان ما كنتش اتخيل، مجرد تخيل ان هو هيعالج عين السمكه، لان انا رحت لدكاتره جلديه. الدكاتره دول يعني ما عرفوش يحلوا معانا في المشاكل اللي كانت في رجل زوجي، لان تعتبر قدم سكري. تمام. الكريم بقى دوت ضيع عين السمكه وضيع التشققات خالص خالص خالص. والنهارده جايه اكمل بكريم تاني عن ثقه من ناس جربوه من عندها. الناس دي كانت عندها تشققات في رجليها لدرجه ان هي كانت بتقول وهي نايمه بتسحب الملايه معاها. فقالوا لي الكريم ده بس مشكلته ان هو بيبقى بيعمل احمرار في الكعب. ما همنيش طبعا، رغم ان هيتحط لزوجي مش مشكله. المهم التشققات تروح، وطبعا انا هستخدمه من باب الدلع يعني. فبجد الحاجه روعه قوي. بجد بقول لك ربنا يبارك لك على الحاجات دي. طبعا ده غير ان الاسعار مش على قد يعني حاجه بتضيع عين سمكه وحاجه بتضيع التشققات بالدرجه دي. لازم كانت تكون سعرها واو قوي. لا الاسعار انتوا مش هتصدقوها. وكمان ام يوسف وعدتنا ان هي هتعمل خصم اي حد هيجي من طرف الجمانه هيكون لي خصم خاص. تعالوا بقى لتاني حاجه، انبهاره برضو من ضمن الحاجات اللي انا عندنا. الشباب بيستخدموا الجل بطريقه صعبه قوي لدرجه ان هو بيوقع الشعر. لا دي هي عامله لنا جل طبيعي، جل طبيعي. يعني ده برضو هيحل مع رجالتنا ومع شبابنا ان انت مش هتستخدم الجل اللي هو بيوقع الشعر ده، وكان عامل مشكله جامده جدا جدا يعني ناس كتير راعت بسبب الجل بتاع بره. ده من ضمن الحاجات الهايله قوي. في حاجه تانية بقى دوت للبنات او للعرايس بقى، عشان معظم يعني اللي بيتفرجوا علينا عرايس بتبقى قبل العرس بتبقى عايزه تظبط نفسها ان ايه الحاجات اللي تظبط معاها وهي عروسه. ده كل ما هتعمل سويت هتدهن منه بيقلل من ظهور الشعر بشكل واضح جدا جدا. وكمان بيعالج جلد الوزه. قلتها كده صح؟ عشان في ناس كتيره من العرايس قالوا لي يا ام جمانه احنا عايزين كريم علشان بيطلع لنا البقع السوداء الكتير، النمش الاسود اللي بيبقى في الرجل ده الكريم ده بيضيعه. تمام. الصابون بقى، طب ليه انا اشتري صابونه من بره ملهاش لازمه غير ان مش عارفه ريحتها حلوه والكلام الفارغ بتاع الصابون اللي بره. والصابون بره بقى غالي. يعني احنا ما كناش بنجيبه الصابون المعالج لان كان بيبقى غالي الصابون المعالج. لا دلوقتي الصابونه بره ب25 وب30 جنيه اللي هي الصابونه العاديه، وب20 جنيه. لا ازود 10 جنيه ولا 5 جنيه واجيب صابونه معالجه. لما تكون صابونه مثلا بزبده الشيا ايه اقوى حاجه. وفي حاجات كمان بتفتح البشره. العرق سوس للناس بقى اللي طالعين من المصيف ومن البحور. عاملين كريم لتفتيح البشره. انا هاخده لبنتي بقى وهوريكم قبل وبعد، عشان هي عندها ايديها باظت ووشها باظ. اهو الكريم. وفي كمان الصابونه بتاعته ده بيفتح البشره لمطرح الشمس. والناس يعني اللي بيروحوا شغلهم كل يوم وعندهم بتقلع الطرحه كده تلاقي فيه خط كده ان المكان اللي متداري من الطرحه لون. أيوة وخدودها لون تاني. ايوه بيعالج الناس اللي بتعاني من التصبغات دي الصابونه دي روعه. والهالات السوداء، في حاجات للهالات السوداء. الهالات السوداء بقى قولي لي بقى. اللي هو الشاي الاخضر، صابونه الشاي الاخضر مش موجوده. انا بعمل 50 نوع مش انا بقى هكتب لكم على الواتساب، هكتب لكم الواتساب بتاعها. كل واحده عندها مشكله معينه هتدخل تقول لها انا عندي مثلا الهالات السوداء، هي هتديكي الحاجات بتاعتها. في حاجات للحبوب، سواء الحبوب دي يعني اثار حبوب او حبوب حيه. يعني حاجه حبوب حيه بتحط لها حاجه اسمها كبريت اصفر. تمام. ولو هي اثار حبوب مجرد شكل بس كده، في حاجه اسمها الكاموميل بتسحب الحبوب اللي في الوش. بصي بقى العروسه اللي عندها اي مشاكل في وشها وبتروح تعمل مش عارفه جلسات ايه بارقام ايه ويتعمل لها حرق كده في وشها. انا شفت عروسه حبيبتي وشها اتحرق خالص من الجلسات اللي بيعملوها، حاجات رهيبه. وتقول اصلك بسبب الجلسه انا رحت وشي اتحرق.
لا دي حاجات بحاجات بسيطة جدا وحاجات طبيعية، بتغسلي بيها وشك شهرين ولا حاجة قبل العرس، وشك ده ما بيبقاش فيه حباية ولا اي مشكلة. هنكمله في الجزء التاني عشان دخلنا على عدد دقايق ممكن ما يترفعش، وهشرح لكم بقى حاجات تانية اكتر.